مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بالعناوين. إصابة 137 مواطنا بكورونا اليوم. جمعية الخضر والفاكهة في مديرية أغرداد تعمل على تعزيز أنشطة الأعضاء. انخفاض نسبة الإصابة بالملاريا في روبروبيا. غينيا تسجل أولى الوفيات بفيروس الإيبولا منذ 5 أعوام. قتلى في غارات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق. الانفصاليون يعززون أغلبيتهم البرلمانية في الانتخابات التشريعية في كاتالونيا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 15 من فبراير في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى بأقاليم الجنوب والأوسط وعنسبة وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 137 مواطنا بفيروس كورونا، وكانت الإصابات 98 في مراكز العزل بالإقليم الجنوبي، منها 38 في مندفرة و31 في عدخالة و10 في ميمنة و7 في ماي عيني و7 في صنعفة و3 في اندقرقيس و2 في دباروة. وأصيب 29 في الإقليم الأوسط، 16 منهم في مراكز العزل و13 في أقسام استقبال المرضى و18 في مركز العزل في كرن وواحد في مصوح. في غضون ذلك شفي 86 مواطنا من مرضى كورونا، 78 من الإقليم الجنوبي و3 في الإقليم الأوسط و5 في إقليم عنسبة. بهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 2566 حالة إصابة، شفي منها 1914 ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 645 مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 15 من فبراير 2021. صرحت جمعية منمي الخضر والفاكهة في مديرية أغرداد العمل لرفع وعي أعضائها فيما يتعلق بأوضاع الإنتاج والأسواق وتقوية العمل المنسق. أوضح رئيس الجمعية السيد داويد كيداني وجود 150 منمي خضر وفاكهة على ضفاف وادي بركة، وإن الزراعة لنوع واحد في وقت واحد يغمر الأسواق ويعرضهم للخسائر. وأشار السيد داويد بحث آليات رئيسية عن طريق الجمعية تساعد في حل هذه المشكلة، إلا أن التركيز يجب أن يكون في توعية المزارعين داعيا الجهات المعنية لتنظيم دورات وسيمينارات مهنية. وذكر بأن غالبية إنتاجهم يتكون من الموز والطماطم والبصل، مشيرا إلى القيام بدراسة مهنية دقيقة لوضع الخطط اللازمة. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد تدروس جبرماريام أن وزارة الزراعة ظلت تنظم دورات تدريبية لتطوير المزارعين بالوسائل العلمية وستواصلها مستقبلا. ويتم تنمية مساحة 647 هكتارا بالخضروات و467 بالفواكه و92 هكتارا بالعلف الزراعي في مديرية أغرداد. أعلنت عيادة روبروبيا في مديرية فورو انخفاض الملاريا بنسبة 76% عام 2020 مقارنة بالعام 2019. وأوضح مسؤول العيادة الممرض كيدان محاري أن عدد المصابين بالملاريا بلغ عام 2019 107، وانخفض في عام 2020 إلى 26 مصابا في المنطقة التي تستوطن فيها الملاريا. وقال إن هذا الانخفاض نتاج جهود المكافحة وتوزيع الناموسيات ورش المبيدات ودفن أماكن توالد البعوض ونظافة البيئة. وأشار إلى النتائج الجيدة التي تحققت لرعاية الأمومة والطفولة وارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 200%، والتطعيم بنسبة 18%، لتصل إلى نسبة 98%. وأشاد المواطنون بالخدمات الصحية المقدمة داعين لسد احتياجات العيادة وتوسيعها.
وتقدم عيادة روروبيا الخدمات لسكان ضواحي روروبيا وعربيته ومحفيد وبعض قرى ضاحيتي مالكا وروبا حداس. طالب مزارعو هميمي في مديرية قرور الحصول على الدعم الآلي للحد من الأضرار التي يحدثها السيل العارم لوادي العين على البنى التحتية الزراعية والعمل للتوسع الزراعي. وأعرب المزارعون عن ثقتهم في تحقيق الجهود التي يقومون بها لحماية التربة وحفظ المياه نتائج أفضل إذا وجدت الدعم الآلي. وأشاروا إلى وجوب بناء حاجز مائي تحويلي للسيول لري مساحة تبلغ أكثر من 80,000 هكتار. وأوضح مدير مديرية قرور السيد إدريس علي أن الأراضي الزراعية الخصبة في ملعيت وزعت على المزارعين من هميمي وأفعبت ونقفة وقرورة، لكن المزارعين لم يستطيعوا الزراعة جيدا، ويجري العمل لحل المشكلة ورفع الإنتاج الزراعي، مؤكدا على أهمية الدعم الآلي. وأفاد مسؤول الزراعة في المديرية السيد آدم صالح أن المزارعين قاموا بقدراتهم الذاتية ببناء حاجز ترابي بطول 250 مترا وعمق 6 أمتار، لكن العمل أدركه موسم الأمطار الشتوي قبل اكتماله ودون ري الأراضي الزراعية بالكامل. سادتي، نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. توفي 4 أشخاص في غينيا بمرض الإيبولا وفق ما أفاد وزير الصحة في أول ظهور لهذا الفيروس منذ 5 سنوات في هذا البلد الإفريقي. وقال الوزير ريمي لاما لوكالة الأنباء الفرنسية إن المسؤولين قلقون جدا بشأن الوفيات، وهي الأولى منذ تفشي الوباء الذي بدأ في غينيا بين عامي 2013 و 2016، وأسفر حينها عن 11,300 وفاة في أنحاء المنطقة. وصرح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي ساكوبا كيتا لوسائل إعلام محلية أن أحدث الضحايا ممرضة أصيبت بالفيروس في أواخر يناير ودفنت في الأول من فبراير. وتنظر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ إلى كل حالة تفشي جديدة منذ عام 2016، وتعاملت مع أحدث تفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أنه حالة طوارئ صحية دولية. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد ظهور فيروس الإيبولا مجددا في شرق البلاد إثر وفاة امرأة جراء هذا المرض بعد 3 أشهر على إعلان انتهاء الموجة السابقة من الوباء. قتل 6 مسلحين موالين للنظام فجر الاثنين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا فجرا عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل، مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق. وأكد أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ وأسقطت معظمها من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وأورد المرصد السوري بدوره أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع للجيش السوري، بينها مقرات تتواجد فيها مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم. وأسفرت الغارات وفق المرصد عن مقتل 6 مسلحين موالين للنظام من جنسيات غير سورية، ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسيات القتلى. ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن الضربات. وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا. عززت الأحزاب الانفصالية الكتالونية أغلبيتها في البرلمان الإقليمي، ما يمكنها من الاحتفاظ بالسلطة في كتالونيا إثر انتخابات ضغط عليها الجائحة وفاز فيها بفارق ضئيل مرشح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. وبعيدا عن السياسة، ميزت الاقتراع مشاهد القيمين على الانتخابات بملابسهم الواقية البيضاء وهم يشرفون على تصويت المصابين بكوفيد-19 في مراكز الحجر.
وأظهرت نتائج فرز أكثر من 90% من الأصوات تصدر مرشح سانشيز وزير الصحة السابق سلفادور إيلا بنحو 23% من الأصوات، ونيله 33 مقعدا في البرلمان الإقليمي المؤلف من 135 نائبا. لكن إيلا الذي رشحه سانشيز لكسر هيمنة الانفصاليين على السلطة التي يستأثرون بها منذ العام 2015 لا يزال بعيدا من تحقيق هدفه. وبعد 3 أعوام ونيف على محاولة الانفصال عن إسبانيا، لم تحل الخلافات بين الأحزاب الانفصالية والاستياء في صفوف قواعدها الشعبية دون تعزيز غالبيتها من 47.5% في انتخابات عام 2017 إلى أكثر من 50% في الانتخابات التي جرت أمس الأحد. تراجع الاقتصاد الياباني المتضرر جراء وباء كوفيد في 2020 لأول مرة منذ أكثر من عقد، لكن الانكماش كان أقل من المتوقع ليختتم العام بشكل قوي بفضل انتعاش الصادرات والدعم الحكومي الضخم. لكن المحللين حذروا من أن التوقعات للأمد القريب قد تتأثر سلبا جراء تراجع الاستهلاك المحلي نظرا للقيود الجديدة التي فرضت لاحتواء الفيروس وتواصل إغلاق الحدود أمام السياح قبل أقل من 6 أشهر من الموعد المقرر لانطلاق أولمبياد طوكيو الذي تم تأجيله العام الماضي. وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.8% العام الماضي في أول انكماش سنوي يسجله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية سنة 2009. وأدت الأنباء إلى ارتفاع مؤشر نيكي المرجعي في طوكيو بنسبة 2% على وقع الآمال بشأن التعافي التجاري ليغلق فوق حاجز 30 ألفا لأول مرة منذ 3 عقود. لكن مراقبين يستبعدون أن يحصل الاقتصاد على الدفعة التي يحتاجها من أولمبياد 2020 المؤجل، وإن كان المنظمون أصروا على أن الحدث سيمضي قدما وإن لم تتم السيطرة بالكامل على الوباء. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.